زينب، شفت اللي بيحصل في اختك يا اختي؟ في ايه مالك يا اسماء؟ شفت اللي انت اجبرتيني اني اتجوزه والذل اللي انا وصلت له بسببك؟ طب في ايه؟ طب يا بنتي احكي لي. احكي لك ايه ولا ايه ولا ايه؟ ده انا اتخنقت وقرفت وجضيت من الدنيا كلها. ليه؟ ايه اللي حصل لكل ده؟ اللي حصل لكل ده ان الاستاذ بيهني وبيشتمني على حاجه انا اصلا ما عملتهاش، وبنته بتديني بالقلم على وشي وبترميني في الارض وتخليني امسح وانضف واعمل كل حاجه، وقرفت وتقول لي ايه؟ انا زباله. وانت ازاي ساكته على هنا دي كلها؟ ليه ما جيتيش وقلتي لي من بدري؟ اقول لك ايه بس يا زينب؟ ما انت مش هتصدقيني، هتقولي ما انت عشان مجبوره عليه. انت بتعملي كده عشان تتطلقي. لا يا اسماء، انا جبرتك ان انت تتجوزيه عشان انا شايفاه ان هو بني ادم كويس وكان هينقلك نقله تانية، بس بالكلام اللي انت بتقوليه ده طبعا كنت لازم تيجي تقولي لي، كنت انا هتصرف اكيد. يعني انا مش مجوزاكي عشان اهينك، انا مجوزاكي عشان اريحك. انا ما بقتش عارفه اعمل ايه ولا اروح لمين ولا مين هيجيب لي حقي. البت الصفروته الصغيره دي تمد ايدها عليا يا زينب. خلاص يا اسماء، حقك انا هجيبهولك وهتبقي معايا كمان وهوريكي. خشي انت دلوقتي وانا هكلم عبده في التليفون. ماشي يا زينب. بقى يا عبده تعمل في اختي كده؟ ده انت نهارك اسود معايا.